صباح الخير اختي، لاباس عليك؟ لاباس كي صبحتي؟ راك ما نعستيش اصلا. لا والله ما نعست، انا راه منين شفت الفيديوهات ديك الليله كامله ما نعستش ولدابا. يعني عندك ما يومين قدرتش وانت ما نعس وما قدرتش نعساش؟ نستوعب. يومين ما نعساش وما كناكلش، غير كنشرب قهوه وصافي. نعم. شفتي بطبيعه الحال الخرجه اللي دارتها بنت الفنانه المغربيه نجاة عتاب؟ آه شفتها وصراحه داكشي اللي توقعت انه كاذب عليها وما عرفاش، لانه مستحيل غادي تقبل على راسها بهذا الوضع وتقبل على راسها تعيش مع واحد كذاب ومراهنه. فمن هذا المنبر هذا كنشكرها بزاف على على الجرأة ديالها اولا، وعلى انها خرجت وفضحاته، وعلى انها يعني اعترفت انه هو اعترف ليها بانه مزوج وكان مخبي. فهذه الصراحه كتحسب ليها. ومن هنا كنقول لها شنقول لك اختي، راه الضرر ديالنا واحد، وانا اكثر وحده حاسه بك في هذه اللحظه، لانه نفس الشخص كذب علينا بجوج، ونفس الشخص غدرنا بجوج، ونفس الشخص خاننا بجوج. فشنقول لك الله يصبرك والله يدير لك تا ولدي الخير، لا انت لا الوالده ديالك، لان فعلا ما تستحقوش، لا نتوما لا انا ما نستحقوش نكونوا في حياه هذا الرجل ولا يكون في حياتنا. غتحركي مسطره ضده؟ اكيد حنا راه مبدئيا راه تواصلنا مع المحامي وهضرنا في هذه المساله ديال في المساله ديال الطلاقيه اولا. رجعت تواصلنا مع المحامي على هذه المساله ديال انه تزوج في المغرب بلا الموافقه ديالي، وقال لي مبدئيا كتعتبر هذا الزواج غير قانوني وعندي الحق عندي الحق في الطعن فيه. ومن بعدها غنشوفوا المسائل ديال الطلاق يعني مهم، يعني المسطره القانونيه ديالي غادي ناخذها كامله. وضروري ضروري ضروري انه يتحاسب على هذا، انه يتزوج بلا موافقه. ضروري غنحاسبوا انا شخصيا، يعني هي الا ما بغاش تحاسبوا داكشي كيرجع لها، ولكن انا ما غاديش نسكت على انه يتزوج بلا موافقتي، وهذا الشيء كامل اللي دار اكيد غنتحاسب معاه قانونيا. وعاد غتحركي مسطره ديال الطلاق. اذا الزوجه الاولى غدير مسطره الطلاق، والزوجه الحاليه غدير مسطره الطلاق. وما عرفتش انا هاد السيده شنو كان الهدف ديالو لاله. شوفي شنقول لك، انا ما كنتش كنتمنى يعني بنت الفنانه نجاة عتاب وساميه تعرف بهذه الطريقه، لانني انا اولا حاولت نتواصل معها ومع الوالده ديالها قبل ما نخرج لشوف تيفي، ولكن فاش رجعت من الخير انهم ما جاوبونيش، ومن الخير انني طلعت مع شوف تيفي، على الاقل ولا وجهه معروف في المغرب، على الاقل ما يقدر يضحك على حتى شي بنت وحده اخرى. يعني دابا هو ولا وجهه معروف، سميتو ولات معروفه، ما غيقدر يكذب على حتى شي مغربيه. نعم. يعني لو تواصلتي معاهم